اهلا بيكم. اوعى تفتكر ان وقفه عرفات دي او يوم الوقفه ان انت هتروح تسهر وتعربد الدنيا ومحدش شايفك ومحدش يعرف انت عملت ايه. اتقي ربنا في اليوم ده. اليوم دوت مش سهل خالص ان انت تعمل فيه كده. يعني انت لو عملت كده في اي يوم في السنه اوعى تعمل في اليوم ده كده. ان ده دوت لكل الشباب وكل البنات اللي عارفين هم بيعملوا ايه يوم الوقفه. اليوم اللي الناس كتير بتعديه عادي هو عند ربنا من اعظم ايام الدنيا كلها. يوم عرفة مش يوم عادي في التقويم، ده يوم مصيري، يوم ممكن يغير علاقتك بربنا بالكامل. أول حاجة، ليه الحجاج بيقفوا على جبل عرفات أصلا؟ كتير من الناس فاكرة إن الجبل نفسه مقدس أو إن المطلوب هو طلوع الجبل، لكن الحقيقة الوقوف بعرفة معناها الوجود في الأرض كلها بتاعت عرفة، مش لازم الجبل نفسه. في معنى عجيب جدا، كأن ملايين البشر بيجتمعوا في مكان واحد بلبس واحد من غير فرق بين غني وفقير. يعني انت بدل ما تصوم عرفات وتذكر ربنا فيه وتدعي ربنا ان هو يعتقك من النار، وتدعي ربنا ان انت تبقى بصحة كويسة وان حياتك تبقى افضل، تروح تشرب وتروح تغضب ربنا في يوم زي ده. اوعى تعمل الموضوع دوت. ابعد عن اصدقاء السوء في اليوم ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني صيام يوم واحد بيكون سبب في تكفير ذنوب سنتين، وده للمسلمين غير الحجاج. اما الحج نفسه فالسنه انه ما يصومش يوم عرفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم افطر في عرفه علشان يتقوى على الدعاء والعباده. فضل اليوم بتاع عرفه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. وفي الحديث الاخر: خير الدعاء دعاء يوم عرفه. يعني ده يوم مغفره وعتق من النار واستجابه دعاء ورحمه ضخمه جدا. والأعجب إن يوم عرفة هو اليوم اللي نزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني اليوم ده مرتبط بكمال هذا الدين العظيم. طيب مطلوب مننا نعمل إيه في يوم عرفة؟ أول حاجة الصيام، لو تقدر تصوم وما تضيعوش. تاني حاجة الدعاء، وما تستناش صيغة معينة، ادعي من قلبك لنفسك ولأهلك ولأولادك ولمستقبلك ولآخرتك. ثالث حاجة الذكر، وخاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رابع حاجة التوبة، اليوم ده فرصة حقيقية انك تبدأ صفحة جديدة مع ربنا. حتى لو شايف انك مقصر، حتى لو شايف ان ذنوبك كتيرة، يكفي ان ربنا فتح لك باب يوم عرفة وانت لسه عايش. في ناس بتضيع اليوم كله في النوم او الاكل او الخروجات، مع ان ممكن تكون دي فرصة نجاة العمر كله. تخيل ان انت تضيع كل الفضل دوت عشان تخرج خروجه مع اصحابك، خروجه ربنا غضبان عليها. تخيل يحصل لك حاجة في اليوم دوت وربنا غضبان عليك في يوم فاتح بيه باب النجاة لكل الناس وانت بتعصي ربنا بكل قلبك. انما بقى تخيل من الناحيه التانيه ان انت لو الناس بتعصي ربنا واصحابك خرجوا يعصوا ربنا وانت قاعد في البيت صايم وبتذكر ربنا وبتدعي ربنا وبتقضي اليوم كما يجب ان يكون وبتدعي ربنا انه يخرجك ويتوب عليك من الهم اللي انت فيه. وفي النهايه لو نفسك في حاجه معينه بقالك سنين، ما تعديش يوم عرفه غير وانت رافع ايدك وبتطلبها من ربنا، فيمكن الدعوه اللي بينك وبين ربنا في اليوم ده تكون سبب تغيير حياتك كلها. اللهم بلغنا يوم عرفه واعنا فيه على ذكرك وصيامك وحسن عبادتك يا رب العالمين. لو الفيديو عجبك اكتب في التعليقات دعوه نفسك ربنا يحققها ليك في يوم عرفه، وما تنساش تبعت الفيديو ده لحد بتحبه، يمكن يكون سبب خير ليه. سلام.